اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى هنعمل صوبيا بيضه وصوبيا حمراء احلى من بتاعه المحلات بكتير ومن غير لبن. تعالوا اوريكم الطريقه، يلا. هنا جبت شفشه الخلاط وحطيت فيه ميه ساقعه حوالي اكتر من نص وحوالي 3/4، وحطيت فيه 4 معالق ونص او 5 معالق بودره الصوبيا. تمام. وادي اول معلقه لبن نيدو نزلت بيها، تاني معلقه، تالت معلقه من لبن النيدو، ادي رابع معلقه. ده بقى السكر طبعا حسب الرغبة. هنا بقى كيس من الفانيليا هنزل بيه عليهم وهضربهم مع بعض كويس جدا. وهنا معلقتين من جوز الهند كمان هحطهم معاهم واضربهم مع بعض كده. ضربتهم. طبعا الشفشق الازاز اللي انا هعمل فيه الكمية التانية مش هتكفيه، فهزود دلوقتي. هجيب هنا شفشق الخلاط وهحط فيه نص شفشق مية، طبعا هزود شوية كمان، وهحط عليه 3 معالق ونص من بودرة الصوبيا ومعلقتين لبن نيدو ومعلقتين جوز الهند ومعلقتين كمان من الكريم شانتيه وسكر حسب الرغبة وكيس من الفانيليا، واضربهم مع بعض كويس جدا. اهو زودت هنا اهو. طبعا يا حبايب قلبي اول مرة كانت الكمية اكتر، فعشان كده عملت حوالي 4 معالق ونص من بودرة الصوبيا او 5، وما حطيتش اول مره كريم شانتيه، حطيت تاني مره لانه كده كده كله هيتضرب مع بعض. ولبن النيدو اول مره كان 4 معالق، تاني مره معلقتين بس، لان كده كده الابيض كله هيتضرب في شفشه واحد فكله هيبقى من طعم بعض. تمام. تعالوا بقى ما نعمل اللي هي الصوبيا الحمراء. هنا برضو معايا حوالي 3/4 الشفشق ميه، هحط عليهم حوالي 4 معالق من لبن النيدو وكيس من الفانيليا واربع معالق ونص او 5 من الصوبيا. تمام. ومعلقتين كبار من جوز الهند، وهحط كمان معلقتين كريم شانتيه وشويه من الشربات. ده الشربات اللي انا استخدمته بوريهولكوا اهو. هنزل بالشربات عليهم واضربهم مع بعض بقى في الخلاط كويس جدا. طبعا السكر برضو حسب الرغبه. هروح اضربهم بقى. ضربتهم. ده الشفشه بقى مكان الحبه اللي انا ضربتهم عادي، لو ملون يعني ما هو اللي هيتعمل فيهم. هنا بقى حوالي نص الشفشق كده ميه، هحط معلقتين من جوز الهند وهحط 3 معالق ونص من بودرة الصوبيا وكيس من الفانيليا وسكر حسب الرغبة ومعلقتين لبن نيدو معلقتين جوز الهند وشوية من الشربات، وهضربهم مع بعض كويس جدا. طبعا انا اول مرة حاطة كريم شانتيه، مش هحط تاني مرة عليهم بقى دلوقتي بالشربات اهو. وهروح اضربهم بقى في الخلاط، وهنحط الكمية الأولى على الكمية التانية في شفشق واحد، وبرده هكذا الصوبيا البيضة هنحط الكمية الأولى على الكمية التانية. هنا كده ضربتهم اهو. بصوا بقى الجمال، اقسم بالله الجمال عدى الكلام. اتحداكي لو عملتيها بالطريقة دي ان انت تشتريها من بره تاني، اقسم بالله خطيرة. وطبعا حاجة نظيفة عاملاها على ايدك في بيتك، وحاجة خطيرة. وبصوا عملت معانا كمية كبيرة نضيفة كده، وعاملاها في بيتك على ايدك ومن غير لبن. طبعا المرة الجاية هعملها لكم بلبن برضو وانزلها لكم على القناة ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة يا أصحابي. دي ايتن بنتي بتقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.